السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال واحسن صحة. ورجعت لكم بفيديو جديد عشان وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. والنهاردة جاية لكم بضيفة جديدة وسلحفة جديدة. السلحفة بتاعتنا اسمها لوزة، لسه جايه لي حالا، فحبيت ان انا اصورها، وحبيت ان انا اقول لكم كمان شوية معلومات عن السلاحف المصري. هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. ونحط لايك يا جماعة، ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. طبعا السلحفة اللي قدام حضراتكم دي اسمها لوزة، صاحبتها اسمها سلسبيل من القاهرة. طبعا سلسبيل في تالتة اعدادي، فاتواصلت معايا وقالت لي انا عشان المذاكرة وكده مش قادرة اهتم بالسلحفة. فطبعا شكر خاص لسلسبيل وكمان لمامة سلسبيل، ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعله في ميزان حسناتهم. وانا بحييها جدا على تصرفها، ان هي لما حست ان هي مش قد المسؤولية او ان هي تربي، برغم ان السلحفة بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، صحتها كويسة وهي كويسة. بس يعني ما فيش بقى وقت ان هي تهتم بيها اكتر او تشمسها او كده. ففكرت على طول، قالت لي انا لما شفت فيديوهات حضرتك ولقيتك يعني حنينه جدا على السلاحف وكده، فانا فكرت ان انا اديها لك بدل ما ابيعها. يعني مفكرتش ان انا ابيعها، لاني لو بعتها التجار ممكن يبهدلوها وكده. فعشان كده انا فكرت اديها لحد امين احسن. فطبعا شكر خاص لسلسبيل ومامة سلسبيل، وانا قررت ان انا اسمي السلحفة سلسبيل من جمال الاسم ومن جمال الشخصية كمان. بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيها. وعايزه اقول لكم ان السلحفه كانت لسه واصلاني حالا، فانا حطيت عرضت عليها الاكل فلقيتها بسم الله ما شاء الله كلت وما كانتش خايفه خالص. وده ان دل يدل ان هي جايه من بيت كرم وبيت كانوا بيهتموا بيها. ما كانتش بقى متبهدله ولا بتتشال وتتحط ولا بتتخبط ولا الكلام ده. لان ما السلحفه تجيلنا داخله جوه الصدفه ده بتبقى اتعرضت يعني لخوف كتير. يعني السلحفاه ما بتخشش جوه الصدفه الا لما بتحس بالخوف. تاني حاجة عايزة أقولها لكم إن السلاحف المصري أنا ربيت مصري ويوناني. اللي بيسألني بيقول لي أربي يوناني ولا مصري يا طنط نانا، فأنا بنصحه باليوناني. بس لو المصري بسم الله ما شاء الله بيتحرك وشهيته مفتوحة، بيبقى زيه زي اليوناني بالظبط، مفيش فرق بينهم خالص، بيبقى نفس النشاط نفس الشهية نفس الحيوية. اما لا قدر الله لو المصري عيان، فدي بتبقى بقى مشكلة، بيتعبنا جدا في انه ياكل، وبيتعبنا جدا انه يتحرك، وبيتعبنا جدا انه يطلع من الصدفة بتاعته. فبنعاني. في الوقت ده انا بنصح باليوناني، لان مهما كان اليوناني بتبقى شهيته مفتوحة. وانا طبعا بحمد ربنا واشكر فضله ان السلاحف لما بتجيلي اول يوم فيها بسم الله ما شاء الله يعني بيفتح نفسها وبتبقى بتاكل. وده ان ده اللي يدل ان السلحفه بتبقى حاسه بالامان، لان كتير بيقولوا لي ان هم جايبين سلحفه والسلحفه رافضه الاكل. والسلحفه بتقعد فتره على فكره، يعني ممكن تقعد اسبوع على حسب بقى كل سلحفه، وعلى حسب كميه الخوف اللي تعرضت له بقى، سواء بقى من لعب بأطفال أو سواء إهمال من التجار، يعني أو الحاجات دي. فطبعا هرجع وأقول اللي قد تربية السلاحف يربي، واللي مش قد التربية يا ريت ما يربيش. لأن أنا فعلا قبل كده كان في حد في ثانوية عامة وعنده سلحفة، وللأسف الشديد طبعا انتوا عارفين ان وقت الثانوية العامة بيبقى ضيق جدا والمذاكرة بتبقى اخدة كل الوقت. بس مش معنى كده ان احنا نهمل في كائن جبناه وحطيناه في رقبتنا عشان خاطر المذاكرة. بالعكس، ده احنا لما نهتم بالكائن ده او بالحيوان ده يمكن ربنا يبارك لنا اكتر في مذاكرتنا، ويبارك لنا في مجموعنا، وندخل الكلية اللي نفسنا فيها. اما ان احنا نهمل بحجة المذاكرة، لا خالص، في حلول كتير. في ابسط حاجة ان احنا نطلعها تبني لحد يكون مهتم بالسلاحف، او بمعنى اصح بيفهم في السلاحف، او نديها لحد امين من قرايبنا، او نبيعها بقى، نعرضها للبيع او للتبني، ايا كان. بس ما ينفعش خالص ان احنا نجيب سلحفة ونحبسها في الشقة عندنا ونسيبها بقى تتعايش بقى، تستخبى تحت كنبة، تستخبى تحت كومودينو، وما تطلع بقى وقت ما تجوع تبقى تطلع نفتكر. هو ده اللي حصل للأسف الشديد. لقيت حد بعت لي على الجروب ان السلحفة صحتها تعبانة جدا، والسلحفة مريضة جدا، عشان احنا في ثانوية عامة وما كناش بنهتم بيها، وكنا بننسى ان احنا عندنا سلحفة. وبعد كده ولما السلحفة بتخرج
بيفتكروا انه عندهم سلحفة. طب ده كلام يا جماعة؟ ما ينفعش الكلام ده خالص. واللي كان بيقول لي انه افتكر السلحفة طفاية عشان كانت محطوطة على الكومودينو عند واحد صاحبه وابتدى يطفي فيها السجاير. يعني كمية الإهمال دي يعني عيب. يعني احنا ناس مسلمة وموحدة وعارفين ان ده حيوان لا حول له ولا قوة. مش هيقدر يقول انا جعان، مش هيقدر يقول انا عطشان، مش هيقدر يقول انا تعبان. فاحنا ادم جبنا خصوصا ان احنا نجيب سلحفة ونحطها في الشقة، يعني احنا كده خدناها في الاسر، فلازم تكون مسؤولة مننا من كل حاجة. غير بقى ما بنجيب سلحفة ويكون عندنا حديقة ونسيبها في الحديقة، والله لو سيبناها ربنا هو اللي هيرزقها. هتاكل، هتلاقي حاجة هتاكلها في الحديقة دي، من اي زرع او اوراق شجر او حاجة هتاكل وهتعيش، لان دي طبيعتها. اما ان احنا نجيبها في شقة على بلاط ولا على سيراميك، ده احنا بنحكم على السلحفة بالاعدام رجاء. وهقولها في كل فيديوهاتي: اللي قد تربية السلاحف يربي، واللي مش قد التربية يا ريت ما يربيش، عشان دي روح وهنتحاسب عليها. وإلى اللقاء في فيديو جديد بإذن الله. السلام عليكم.